الإخوان مبروك على المنتخب المغربي التأهل ديالو للنهائي ديال الشان أمام المنتخب السنغالي. أي يا سيدي المنتخب داز قدام السنغال، ماتش زوين، ماتش كنشوفوا الكرة هنا، كنشوفوا السنغال كتلعب كرة زوينة، المغرب حتى هو كيلعب كرة زوينة. أي هادشي هذا كله زوين، مبروك علينا أن تأهلنا. ولكن الإخوان بحال كنشم واحد الريحة خانزة كتجي من هكا. أيه متيقشونيش، شوفوا بعض الفيديوهات. أن الجزائر الآن ستقوم بحملة وتشكيل لوبي مضاد لهذا اللوبي الذي يتحكم في الكاف. مبدأ الشفافية ومبدأ النزاهة ومبدأ المبادئ النبيلة ومبادئ الروح الرياضية كلها تتخلى عنها الكاف وتستعمل مبادئ أخرى. التحكيم في إفريقيا يحقر الاتحاد الإفريقي. آلة الدمار، آلة النقد في المملكة المغاربية من خلال الأتباع ومن خلال المطبلين. موتسيبي يقولون بأنه كان يساند الجزائر ورئيس الاتحاد الإفريقي وما قدر يعمل ولا شيء أمين. احنا نتحدث على لوبيات، تكتلات، مصالح تجارية كبرى أمين. لا تتحدث عن شخص واحد حتى لو كان عندك داخل المكتب التنفيذي، لأنه قلت لك فيه لوبي، فيه عصابة، فيه امور خطيره جدا تجري داخل الكاف. كما شفتوا معايا هادو هما الاراء ديال الاخوان ديالنا الجزائريين. الجزائريين دائما كيدخلوا الكولسه، دائما كيدخلوا العوسسه، دائما كيدخلوا شي حاجه سميتها ان القجع، بما انه عنده واحد اليد العليا في الكاف ضروري انه غادي يتدخل. دابا وانا كنصور في هذا الفيديو هذا كنتخيل في عمي فوزي القجع. قبل ما نذكروا عمي فوزي القجع غادي نشوفوا بان الحكم ديالنا دابا، غير تخيلوا معايا، ايماجينيو معايا ان الحكم مريح في لوطيل حتى كيدخل فوزي القجع وهو لابس واحد الجلابه مغربيه، هز معاه واحد الطنجيه مغربيه مراكشيه. الحكم كيشم الريحه ديال الطنجيه، كيجي عنده فوزي القجع كيقول لي اجي انت شوف غادي نعطيك هاد الطنجيه هادي، ولكن بغيتك تصفر بيلانتي في الشوط الثاني. تخيلتوا معايا ياك؟ هادشي اللي كيقولوا الجزائريين. الجزائريين كيسحبوا القجع بانه دائما هز معاه لي سبيس في الشنطه، دائما في المدار كيدور مع الحكام باش يرشيهم، دائما كيسحب لهم بان فوزي القجع عنده واحد اليد عليا اللي يمكن ليه انه يتحكم بها في اي واحد داخل الكاف، ومن بيناتهم حتى الفيفا. غتمشيو غالطين، حيتاش هما بالنسبه لهم اي حاجه مغربيه ولو عندها دخل يعني من جنب اي حاجه مغربيه، بما انهم هما كيديروا داكشي كيسحب لهم بان كلشي كيدير داكشي، كيسحب لهم بانهم هما كيرشيو، هما كيعطيو، كيسحب لهم بان حتى المغرب بحالهم، لدرجه ان هذا الشيء ولا داخل حتى في السيستيم ديالهم، لدرجه ان هذا الشيء ولا داخل حتى للشعب ديالهم. تخيلتوا معايا، ايماجينيو معايا الفكره كيفاش دايره. شوفوا معايا هذا الفيديو هذا مثلا. السلطات السياسيه في البلاد ان تستعمل السياسه ايضا لاغراض رياضيه ولاغراض كرويه، وهذا الامر مشروع خصوصا في ظل اتحاديه فاسده مثل الاتحاديه الافريقيه. علينا ان نستعمل كامل قوانا، علينا ان نستعمل كل نقاط قوتنا من اجل مجابهه هذه اللوبيات الفاسده التي تسيطر وتحكم سيطرتها على الفاف. وأعرف أن السلطات تعلم هذا الأمر جيدا، ربما لم نكن مركزين فقط على هذا الجانب، ولكن هذه المرة أعتقد أو أتوقع أن الدولة مركزة جيدا وتعلم جيدا ما الذي ستفعله في السنوات القليلة المقبلة من أجل استعادة هيبة الجزائر على المستوى القاري. الكاف أيضا كانت تتحجج بحجة وهي مبدأ المداورة. الكاف يعني تستعمل بعض القوانين وتستعمل بعض المبادئ عندما تحتاجها، ولكنها يعني مبدأ الشفافية ومبدأ النزاهة ومبدأ المبادئ النبيلة ومبادئ الروح الرياضية كلها تتخلى عنها وتستعمل مبادئ أخرى. ميدو، هل تتوقع تغييرات على مستوى الكاف في المستقبل؟ On n'a jamais été fort في الكاف من 62 اليوم. عمرنا إلا كنا احنا قوة في الكاف وجيرسكيوني، هذا الحقيقة الوحيدة والثابتة. عمرنا إلا كنا قوة يعني في الكاف. اصلا مع الضروره اللي كان عندنا في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، من بعد دخل المكتب التنفيذي للفيفا، بعدها ما كاش. ما انا جامي شفيت اون ايتي بويسون في لاكاف. لا بروف كو كنا اشاك فوا نتحقروا كو سوا لا سيليكسيون ولا لي كلوب الجيريان. التحكيم في افريقيا يحقر الاتحاد الافريقي يحقر. لذلك اعتقد بانه اليوم فو سبازي على واش كاين هنا في الجزائر اليوم، باش ما ندخلوش في صراعات لا ناقة لنا ولا جمل فيها. الاتحاد الافريقي هو هكذا، افريقيا هي هكذا. نلتفوا للشأن المحلي اولي كون نعطيو الوقت في لي ديسبيوت في لي باغار خارج الجزائر. يريد رئيس الجامعة الملكية المغربية
أن يحيد هذه اللعبة التي تحتكم إلى مواثيق الأولمبية بضرورة النزاهة وبضرورة تحييد الكرة عن السياسة الجزائري من طبعه أنه رافضا للمساومة. كما شفتوا معايا دائما الى المغرب ربح الكولسه، الى هما خسروا مؤامره، والى كانت شي حاجه اخرى من طبيعه الحال كيدخلوا فيها حيثيات اخرى. يعني دائما واخا دير اللي درتي دائما الجزائر كتلقاها في جنبك. الجزائر الاخوان هي داك الظل الغير محبوب بالنسبه لينا. الجزائر مادام انها تابعه المغرب ودائما كتشوف باننا حنايا كنديروا شي امور اللي ضدها، فكونوا متاكدين بانهم ما عمرهم غادي يزيدوا القدام، سواء في كره القدم سواء في جميع المجالات. وفي الاخير بغيت نقول لكم بانه السنغال لعبت كره زوينه، المغرب لعب كره زوينه، يقدر يكون شويه ديال الحظ لعب لجهتنا حنايا ودزنا من هذا الماتش هذا بصح، ولكن حنا بجوج لعبنا كره زوينه وكانت النتيجه اننا حنا دزنا والسنغال تقصات، امر عادي. بالنسبه للسنغال بالنسبه للتصريحات ديال المدرب السنغالي قال هادشي امر عادي، مره عندنا ومره عندهم، ولكن الجزائريين اللي ما ليهم لا ناقه لا جمال في هادشي بالنسبه ليهم هادشي كولسه. تخيلوا معايا هادشي هذا. قبل ما نسالي هاد الفيديو هذا بغيت نقول للجزائريين بانكم الا كنتو كتشوفوا اي حاجه مؤامره فخاصكم تشوفوا معاكم المفتش كولومبو ولا تشارلوك هولمز مثلا باش تبقاو ديروا تحليل المباريات اللي كيلعبوا فيها المغاربه. فكنظن بان الفكره وصلات، وكنظن بانكم حتى نتوما ما غاديش ديروا النفس في راسكم، ومره اخرى غادي نشوفوكم كدويو على المغرب. فتحياتي للمغاربه الاحرار ولا عزاء للحاقدين.